وسهلا. إذا أحيانا تحس أن نفسيتك سيئة وما أنت مرتاح وروحانيتك ضعيفة، فغالبا هو بسبب الإكثار من واحدة من الأمور الأربعة القادمة: الإكثار من الكلام والنوم والأكل ومخالطة الناس. الأربعة دول لما الواحد يكتر منهم يضعف الروح ويمنعه من ترقيها. كثرة الكلام تعالج بفيتامين الصمت، النوم بفيتامين قيام الليل، الأكل بالصوم، ومخالطة الناس بالعزلة المؤقتة. المرة الجاية لما تكون في مجلس جرب الصمت، مو لازم أنه الواحد يثبت نفسه ويثبت وجوده بكثرة الكلام. بكرة مثلا جرب أنك تصحى قبل الفجر بنص ساعة وتقوم الليل. أفضل الصوم هو ممكن تجربها لمدة شهر مثلا. جربوا الخلوة لمدة 24 ساعة، اجلس في مكان من الساعة 4 الفجر ل4 الفجر تاني يوم، بدون ناس، بدون انترنت، بدون تكنولوجيا. ومن أعظم الفيتامينات الروحانية قيام الليل. ممكن الواحد يجرب يصحى قبل الفجر بنص ساعة وشوفوا الأثر. الصحابة مرة كانوا ماشيين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا واحد بيشتغل بيده وبجد واجتهاد، فقالوا يا رسول الله لو كان في سبيل الله. شوف على طول راح بالهم انه هذا الجهد لو راح في سبيل الله في الجهاد، راح مفهومهم كان انه الجهاد دائما سبيل الله معناه الجهاد. فغير الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله، فقال لو كان يسعى على ولده فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى لشيخين كبيرين أو لأبوه وأمه فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى ليعف نفسه من الحرام أو من السرقة ومن كذا فهو في سبيل الله. تغيير جذري للمفهوم أنه هذا اللي قاعد السباك ولا الحداد ولا النجار اللي قاعد يشتغل علشان يعف نفسه وأهله ويأتي برزق آخر اليوم لبيته، هذا الساعات هذه في سبيل الله، هو في سبيل الله تماما زي الجندي اللي في المعركة قاعد يجاهد. واحدة من أعمق الأسئلة الواحد ممكن يسألها علشان يكتشف كلاكيعه وعقده النفسية سؤال: من أين تجد قيمتك؟ طبيعي جدا كل الناس، هذه فطرة، يحتاجوا أنه يشعروا أنه لهم قيمة، ولكن اختلاف الناس هو باختلاف مصدر هذه القيمة. بعض الناس يجد قيمته في شكله، عضلاته، أو في شكلها. بعض الناس في السيارة اللي يقتنيها، أو في حجم البيت اللي يسكن فيه، رصيد حسابه في البنك. بعض الناس يجد قيمته في ثناء الناس عليه، في عدد متابعيه في السوشيال ميديا، في عدد اللايكات. ممكن يسألها علشان يكتشف كلاكيعه وعقده النفسية سؤال: من أين تجد قيمتك؟ طبيعي جدا كل الناس، هذه فطرة، يحتاجوا أنه يشعروا أنه لهم قيمة، ولكن اختلاف. بعض الناس يجد قيمته في شكله، عضلاته، أو في شكلها. بعض الناس في السيارة اللي يقتنيها، أو في حجم البيت اللي يسكن فيه، رصيد حسابه في البنك. بعض الناس يجد قيمته في ثناء الناس عليه، في عدد متابعيه في السوشيال ميديا، في عدد اللايكات. بعض الناس يجد قيمته في مركزه الوظيفي مثلا. كل واحد مننا عنده مصادر كده يحس نفسه بسببها أنه له قيمة. لما تعرف مصدر قيمتك هتعرف أنت متعلق بإيش، وإذا الواحد عرف هو متعلق بإيش، عدد المتابعين وعدد اللايكات في السوشيال ميديا، فحول هذه القيمة إلى ابتغاء أن تذكر في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم. الملائكة تجوب الأرض وتبحث عن الذاكرين لله والذاكرات، فالواحد يبحث عن متابعة الملائكة بدل متابعة البشر. وهكذا كل واحد مننا يكتب من أين يجد قيمته، ويحاول أن يحول هذه المصادر إلى مصادر متعلقة بالله، وهذا هو الإخلاص. حاول تجد قيمتك في أنك تطبق مبدأ من مبادئ الله سبحانه وتعالى. لما تكون صادق فتشعر بقيمة أنك صدقت. لما تكون أمين. أنا طبعا عبر السنين عديت بمصادر قيمة كثيرة. أحيانا كانت سيارتي هي مصدر قيمتي، أحيانا الاهتمام بالمال، أحيانا ثناء الناس والمتابعين. وسبحان الله كل ما أجد نفسي متعلق بهذه القيم كنت ألاقي نفسي تعبان نفسيا وغير مرتاح وبعيد جدا عن السلام الداخلي والارتباط بالله.